والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده. اتمنى بقى كده لكل اللي لسه مشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي لسه ما حطليش اللايك يحط لي اللايك. يلا بينا نشوف فيديو النهارده هنعمل في ايه. طبعا بقى كده زي ما انتم شايفين كميه الخيار ديت هنعمل منها مخلل. اكيد طبعا مش هناكلها كلها كده، فاحنا جايبين الكميه دي كلها علشان هنخللها، وهنخلل برضو لناس حبايبنا كده. تمام. فالمهم كده زي ما انتم شايفين انا بدأت اول ما جبت الخيار وكده قلت ان انا مش هسيبه لحد ما يدبل، هحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اخلله معاكم في اسرع وقت عشان ما يبقاش دبلان، علشان يبقى حلو كده في المخلل يعني. جبته كده زي ما انتم شايفين، وقمت حاطه في الحوض كله على بعضه، وقمت شطفه شطفه حلوه. وبعد كده جيت بقى هنا كنت بشيل بقى هي الحته الاولانيه والاخرانيه ديت، وبعد كده كنت بقى ايه بسيبه للتقطيع بس كده. فاهمين؟ ممكن بقى زي ما انت عايزة تقطعيه مثلا نصين قطعيه نصين، عايزة تقطعي الخيارية 3/4 زي ما انت عايزة تقطعيها مثلا ترانشات برضو زي ما انت اللي انت تحبيه اعمليه. انا عملت ده وده وده، انا جربت كل حاجة كمية الخيار ما كانتش قليلة، فانا عملت كل حاجة. طبعا بقى هنا زي ما انتم شايفين هعمل الكمية كلها معاكم، وكنت بقى محضرة المية والملح والحاجات بتاعتي اللي انا هحطها في الخيار بتاعي بعد ما خلاص بقى هقطعه كده. وكنت مجهزة كمان البرطمانات اللي انا هحط فيها. عايزه اقول لكم ان الكميه دي كلها عملت معايا برطمانين من اللي هم الكبار، وبرطمان من اللي هو الصغير، وعلبه كده علبة من الخيار. تمام. يعني عملت معايا كمية كبيرة ما شاء الله يعني. طبعا بقى يا جماعة انا من عشاق المخلل بتاع الخيار، بحب قوي. وبحب كمان الجزر وهو متخلل. هقول لكم بقى على حاجات للخيار وكده. انا يا جماعة اكلت الخيار دوت، مش هقول مين اللي كانت عاملاه، بس انا اكلت الخيار وما كانش حلو خالص الصراحة. كان الخيار بقى من اللي هو كان النوع اللي كان واخد كيماوي وكده، وما كانش حلو في المخلل. الخيار اللي هو الكبير قوي دوت اللي نبقى متغرين فيه اللي بنبقى متغرين فيه ما بيبقاش حلو خالص خالص في المخللات، فما كانش حلو وما عجبنيش. فاضطريت بقى ان انا ادوقه لها واقول لها بقى شوفوا الخيار بتاعنا عامل ازاي طبعا بقى هنا انا كنت طبعا خايفه قوي ان الخيار يطلع زي ما انا دقته عندها هناك، بس الحمد لله يعني طلع حلو، وبقاله يومين اهوت بس بناكل منه الحمد لله يعني حلو، مش زي اللي انا دقته هناك. ليه بقى؟ لان بيبقى في خيار يا جماعه كده اللي هو بيبقى الكبير دوت بنبقى احنا متغرين في شكله كده، ومبقاش حلو خالص في المخللات لان بيبقى واخد كيماوي كتير. انا مش عارفه اقول لكم الصراحه هو كان عامل ازاي. هو كان زي هو مستوي زيادة عن اللزوم، هو كمان ملحقش يستوي، هي تاني يوم على طول فتحت واكلت منه، فكمان اللي هو ملحقش اصلا يتسفل المية كتير اللي هو يكون مستوي قوي. المهم ان هو ما كانش حلو خالص. فلو انتوا عايزين بقى تخللوا خيار، هاتوا خيار كده زي ما انا جبت خيار من اللي هو البلد اللي هو الصغير. هو البلدي بيبقى فيه منه كبير وبيبقى فيه صغير، بس ما بقاش واخد كيماوي، فده اللي بيبقى حلو يعني في المخللات وكده، وكمان بيبقى حلو في الاكل.
اي حاجه بتبقى واخده كيماوي عامه يعني ما بتكونش حلوه في اي حاجه خالص. فعايزين تخللوا حاتم اللي هو البلدي. هتجيبي بقى من اللي هو التاني هيطلع معاكي بقى من اللي هو معجبنيش ده خالص. طبعا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم ان في بقى كده حاجه بتتحط في الميه بتخلي الخيار دوت في حته تانية خالص. الناس زمان كانوا بيعملوها وكده، فالوقتي اي حد بيجي يعمل خيار بيعمله. فالصراحه طريقه حلوه وبتخلي الخيار ليه طعم وريحه جميله قوي 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 يعني. جينا هنا بقى يا جماعه بعد ما خلاص مليت البرطمان معاكم كده زي ما انتوا شايفين، الميه اللي انتوا شايفينها ديت ميه بملح على حسب بقى اللي انتي عايزاه. بس المية ديت احنا كنا حاطين فيها ملح من اللي هو الخشن، هو ممكن مثلا شوية المية دول ياخدوا معاكي كيس ملح. حطيت بقى اللي انتوا شايفينه دوت كان توم بقشره. ازاي بقى توم بقشره هيتحط ازاي بقشره وانت ليه ما نضفتهوش؟ هو كده حطوه بس بقشره وادعولي بقى. طب ما انا كان بايدي ان انا انضفه عادي خالص يعني، كان التوم ما كانش هياخد معايا وقت. بس انا عايزه اقول لكم ان انتوا لما هتحطوا التوم بقشره هيفرق معاكم في طعمه. وعايزه اقول لكم كمان ان جربوه بعد كده واحكموا. طبعا يا جماعه احنا بنغسل التوم يعني ما بنحطوش كده بالطينه بتاعته ولا اي حاجه، احنا بنغسل التوم بس بندقه بقشره وكده. طبعا بقى هنا بنحط بقى التوم اللي احنا دقيناه بقشره في الميه بتاعتنا اللي هي بتبقى ميه بملح، ما فيش اي اضافات خالص. وما تحاوليش ان انت يعني تخترعي اضافات علشان ما تبوظش معاكي المخلل. هو بس شويه ميه بملح وتظبطي الملح بتاعه ولا يبقى عادب ولا يبقى مالح قوي، يعني على قد ما تقدري كده تاكليه. وبعد كده هتحطي بقى التوم اللي هو بقشره ده، يعني ايه 5-6 فصوص توم كده. ومش هيقعد معاكي وقت يعني هو يومين، التالت بالكتير هتلاقيكي بتفتحي منه كده انتي بنفسك وبتاكلي منه. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا طلعتوا منه مستفادين باي حاجه، واتمنى منكم النهارده تكونوا حطيتوا لي لايك واشتركتوا في القناه. واشوفكم على فيديو جديد والسلام عليكم.